لان انا ما كنتش عارفه نتيجتها، انا اول مره فكنت خايفه بصراحه. فبس لما عملتها قلت اجرب في الاستانلس قبل ما اجرب في الجرانيت. بجد تحفه تحفه تحفه. الطاسه كانت نضيفه زي الفل، بالرغم ان ورق الزبده نفسه اتقطع والزيت يعني دخل في الطاسه من تحت. بس كل الحاجات اللي هي بتبقى لازقه من الكفته اللي بتبقى لازقه في الطاسه دي ما نزلتش في الطاسه خالص. بواقي بقى ايه الشحوم بتاعت اللحمه وبواقي البصل والحاجات دي لا فضلت موجوده زي ما هي على الورقه. بجد كانت جميله. انا شلت الورقه بعد ما خلصت، كانت الطاسه نضيفه زي الفل. وطبعا زي ما قلت لكم بكميه زيت قليله جدا، ما خدتش مني زيت كتير. يعني بص الورقه اتقطعت مني والزيت نزل في الطاسه. بس كانت بجد جميله والنتيجه بتاعتها كانت حلوه قوي. فحبيت ان انا اوريها لكم وتشوفوها مع بعض. انا هنا خلصت كميه الكفته بتاعتي بقى، هشيلها وفي نفس